السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عايزه اقول لكم وحشتوني جدا جدا جدا. يلا بقى نرجع بقى لوصفاتنا الصحيه تاني، لان احنا طبعا كلنا خربنا الدنيا طبعا في رمضان وفي العيد. مش عايزه اقول لكم انتوا محدش اثر في الموضوع ده ولا انا اثرت صراحه. يلا بينا نرجع بقى للدايت واكلات الدايت. عايزه حد بعد الفيديو ده يقول اكلات الدايت مش حلوه. النهارده هنعمل الشوفان بكرات اللحم، وبمعنى اصح عندنا طبعا في مصر بنسميه الحواوشي البلدي. هنعمل حواوشي بلدي يا شيماء بالشوفان؟ ايوه هنعمل حواوشي بلدي بالشوفان بس بطريقة صحية. يلا كملوا الفيديو معايا للآخر، ويا ريت اللايك بتاعكم كده قبل ما نبتدي الفيديو. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا. أول حاجة هنسمي بسم الله، وهنجيب كوبايتين من حبوب الشوفان. طبعا الشوفان بنجيبه من عند العطار، بتجيبي بقى الكمية اللي تناسبك كده. بس احنا النهاردة هنستخدم 3 كوبايات. 3 كوبايات، احنا دلوقتي هنستخدم كوبايتين، والكوباية التالتة هنعينها معانا لكمان شوية، يعني هنشوفها في آخر الفيديو. لكن هنطحن ال3 كوبايات مع بعض وتركيني كوباية على جنب. طبعا هنا انا طحنت الكوبايتين معاكم، ولازم اخليه بودر زي ما انتم شايفينه بالشكل ده. مش عايزة اي حبوب خالص، شوفان لسه بشكلها الطبيعي. بعد كده هننزل عليهم بايه؟ هننزل عليهم بمعلقه كبيره من اللبن البودر، وبعد كده رشه ملح صغيره زي ما انتم شايفين كده. وكمان هننزل عليهم بمعلقه صغيره خالص من خميره اللي هي الجافه الفوريه. زي ما انتم شايفين معلقه صغيره جدا اللي هي معلقه الشاي الصغيره. وننزل بيها برضو على المقدار بتاعنا. بعد كده هننزل بمعلقه صغيره من السكر. عايزين تستبدلوا السكر بعسل مفيش مشكله، تبقى معلقه صغيره برضو. خلاص كده تمام. بعد كده هنجيب بقى كوبايتين من المية الدافية. هنبدأ أول كوباية هننزل بيها بالتدريج. سخني كده المية الدافية بتاعتك، عايزاها دافية مش سخنة بتغلي ولا أي حاجة خالص. وهتجيبي الاسباتيولا، وعايزة أقولك مش هنحط إيدينا خالص في العجينة الوقت خالص، لأن العجينة بالنسبة لي ما ينفعش تحطوا فيها إيديكم خالص، لأن أول ما تحطوا إيديكم طبعا هتلزق في العجينة ومش هتعرفوا تخلصوا إيديكم خالص. وطبعا الخطوة اللي أنا عملتها دي الاختيارية، طبعا نزلت بمعلقتين من الدقيق أو الطحين. وعايزة أقول لكم خطوة الطحين أو الدقيق دي اختيارية، لو عايزين تستغنوا عنها براحتكم. أنا حطاها يعني مريحاني نفسيا يعني، لكن لو انتوا عايزين تستغنوا عنها مفيش مشكلة خالص. يعني دي حاجة ترجع لكم. وبدأت أقلب كده زي ما انتم شايفين بالتدريج. ونزلت طبعا بالكوباية التانية المية الدافية. ويعني احنا استخدمنا لغاية دلوقتي كوبايتين، والمية تبقى دافية زي ما انتم شايفين كده وبالتدريج، يعني حبة بحبة. لأن الشوفان طبعا معروف اللي هو بيشرب مية كويس قوي، يعني كل ما تحطي له هيشرب معاك. لكن انت هتحطي شوية وتقلبي لغاية ما تشوفي القوام اللي انا هوريهولك دلوقتي. يعني ما تزوديش اكتر من كده، لان احنا لسه هنريحها شويه، لان الشوفان كل ما تسيبيه بتشرب الميه وينشف. فانا مش هشتغل في العجينه على طول، يعني هشتغل فيها وهركنها شويه، وبعد كده نرجع لها تاني نكون عملنا مع بعض تتبيله اللحمه بتاعتنا. وعايزاكم حبايب قلبي ما تجروش الفيديو، عشان بقول لكم على كل التفاصيل والتكات اللي تفرق معاكم، والبدايل كمان لو عندكم حاجه وعندكم البديل بتاعها هقدر اقول لكم عليها. بس كملوا معايا الفيديو للاخر. طبعا بعد كده ما قلبتهم كويس، نزلت بمعلقه من الزيت. طبعا لو عندكم زيت زيتون طبعا بديل كويس جدا واحسن طبعا. ما عندكوش انا نزلت بمعلقه زيت عاديه خالص. وبستخدم كده قدامكم بحيث اللي ما عندوش يستخدم بكل اريحيه وما يخافش وما يقلقش من حاجه خالص. بعد ما قلبت المعلقه الزيت الواحده بس اللي نزلنا بيها، وجبت كده معلقه كده ومن ظهرها كده نزلت عليها بنقطه زيت، عشان يعني اقدر اخلص المعلقه الاسباتيولا من اي عجينه عليها. الخطوه دي يعني بتسهل عليك ان انت تخلصي من العجينه بس. وبعد كده غطيتها بكيس كده وحطيتها على جنب تستريح ربع ساعه كده. وفي الوقت ده طبعا بنكون احنا بنخلص التتبيله بتاعت اللحمه بتاعتنا. تتبيله اللحمه بتاعتنا يا شيماء محتاجه ايه؟ محتاجه بصلايه واحده، وربع فلفلايه رومي اصفر واحمر. لو ما عندكوش فلفل اصفر واحمر طبعا تستغنوا عن الخطوه دي عادي، وتبدلوهم بفلفل اخضر. طبعا الفلفل الاخضر جبت بس حبتين بس من الفلفل الاخضر. وكمان اللي بيحب الفلفل اللي هو الحراق يجيب فلفلايه. طبعا مش هناخدها كلها، هناخد نصها بس زي ما انتم شايفين كده يعني. دي خطوة اختيارية، يعني تقدري تحطيها أو لأ. وعايزة أقول لكم بتدي طعم حلو جدا جدا، وكمان بتديها طعم سبايسي كده. والشطة طبعا حلوة جدا في الدايت، يعني مفيش أي خوف منها، وما تقلقوش منها خالص. وهنبدأ بقى ننزل بكمية الخضار اللي قطعناها في الكبة، وتحاولوا تفرموها فرم ناعم جدا. طبعا الفرم ده مهم جدا، لان بيخلي معاكي اللحم ناعم جدا ومفيهوش اي تكتلات. وفتحت كده الكبة واحاول انزل كل اللي في الجوانب عشان اتاكد لكله اتفرم كويس وبقى ناعم خالص. الخطوة دي برضو مهمة. بعد كده هبدأ انزل بكل الخضار بتاعي ده، وهنزله على طول في مصفى.
المصفى مهمة ليه هنا؟ عشان أنا عايزة أتخلّص من كل السوائل اللي موجودة فيه، لو احتفظت بالسوائل دي وحطيت على طول الخضار مع اللحمة، صدقوني وهو بعد ما تلفّوا كده العجين باللحمة، عايزة أقول لكم بيبوش معاكِ ويفتّح ويبقى شكله مش حلو خالص. غير كده إن الشوفان كمان مش هيبقى زي الطحين العادي أو الدقيق العادي، يعني مش هياخد ويدّي معاكِ، لأ هيفتّح وهيبهدل الدنيا خالص. بعد كده زي ما أنتم شايفين جِبت بقى نُص كيلو لحمة، وطبعًا مش هاخدها كلّها، هاخد بس ربع كيلو، وعايزة أقول لكم الربع كيلو كان كتير برضه، يعني الوصفة دي بتاخد يعني كمية لحمة قليلة جدًا، قسمتها زي ما أنتم شايفين كده، وهابدأ أنزل بالكَبّة على طول، من غير ما تغسلي الكَبّة على طول انزلي، هي مطرح الخضار، فتنزلي على طول باللحمة، والخطوة دي مهمة عشان تدخّلي كده الخضار مع اللحمة ويبقى كلّه ناعم مع بعض. بعد ما نزلت باللحمة على الخضار، نزلت بمعلقة من التوم صغيرة طبعًا، فص توم مطحون يعني كده مفروم كويس، ونزلت بمعلقة فلفل أسود وبصل بودر وتوم بودر، كل دي معالق صغيرة يعني عشان الكمية اللي إحنا عاملينها صغيرة، وسِنّة شطة صغنطوطة عشان إحنا حاطين طبعًا حراقة، وكمان معلقة بابريكا ونُص معلقة من الملح. زي ما أنتم شايفين ما شاء الله يعني خطوات سهلة جدًا وبتطلع معاكِ ريحتها تحفة جدًا وناعمة أوي. عايزاكم بقى تشيّروا الفيديو ده على أقصى يعني المواقع اللي أنتم تعرفوها وكل حبايبكم عشان الكل يستفيد، طبعًا هي وصفة جميلة جدًا وسهلة. طبعًا بعد ما نزّلت كده اللحمة بتاعتي في بولة كده، جِبت ربع كوباية من الزيت، زي ما قُلت لكم ممكن تستبدلوا الزيت النباتي بالزيت الزيتون، لو موجود ومتوفر، مش موجود تستخدمي عادي، إحنا كده بنعمل مساحات صغيرة خالص يعني مش بناخد كمية كبيرة. وبعد كده بدأت كده أشكِّل كور اللحمة معاكم، والخطوة دي عشان تسهِّل الشغل بعدين بس، يعني وإحنا بنشتغل باقدر برضه آخُد حِتَت صغيّرة منها، يعني مش لازم آخُد كل القطعة كده اللحمة، على قد العجينة بتاعتِك هتاخدي يعني، بس عشان بس تسهِّل معاكِ. بعد كده جِبت بقى الشوفان بتاعي، عايزة أقول لكم شرب كل السوائل اللي إحنا كنا حاطينها فيه، وطبعًا الخميرة خلّيته يعلى معايا شوية، بس لسه في لزقة طبعًا كده بتلزق في الإيد بتاعتِك، فعايزاكم بقى تيجوا بقى على الرخامة بتاعتكم وتجيبوا كوباية الشوفان اللي أنا قُلت لكم هنطحنها في الأول خالص وركناها على جنب، وهنبتدي بقى ننزل على الرخامة كده بحبة حلوين، ومعايا برضه جنبيّا ربع كوباية الزيت، دي هنستخدمها على مراحل يعني، وجبت الspatula بتاعتي كده ومسحتها بمسحة زيت عشان تسهّل معايا نزول العجينة من الطبق بتاعِك كده على الرخامة. بعد كده هنبتدي بقى إيه، نشوف هنعجنها إزاي. هي في الأول بقى طبعًا أنتِ عايزة تعجنيها في الطبق براحتِك، بس الطبق بيبقى مُتعب شوية لإن بيقعد يتحرك معاكِ، لكن على الرخامة كده أنتِ بتاخدي وتدّي كده مع العجينة براحتِك. ونزلت بقى بحبة حلوين كده من دقيق الشوفان يعني على العجينة وهابتدي أقلِّب، وعايزاكم ما تقلقوش خالص، هي في الأول بتبقى ماسكة في الإيد كده وتمسك في صوابعِك حلو يعني، لكن ما تقلقيش، خدي حبة بحبة كده من دقيق الشوفان وانزلي عليها، كل ما تحطي دقيق الشوفان هيشرب معاكِ السوائل اللي موجودة، وهتبتدي يعني إيه، تبقى تطرى معاكِ كده وتبقى ليّنة، زي ما أنتم شايفين كده. بعد كده يعني هابتدي أغسل إيدي، خطوة الغسل الإيد دي حلوة ليه؟ بتخلّي العجينة تفصل معاكِ، يعني ما بتمسكش في إيدِك تاني، زي ما أنتم شايفين بس أمّا تدعكيها شوية حلوين كده مع بعضها، بحيث اللي تتأكدي إن كل الدقيق اللي إحنا حطيناه يلِم العجينة، اتشربته كده ودخل جواها كويس أوي. بعد كده زي ما أنتم شايفين هاغسل إيدي وهارجع تاني، طبعًا أمّا تغسلي إيدِك وترجعي عقبال ما تنشّفي إيدِك وكده بيعدّي دقيقتين يعني كده، فبترجعي تاني فبتقدري تمسكيها بكل سهولة. طبعًا أنا مش هاشتغل في إيدي بقى، هابتدي بقى أجيب هنا زيت، هاجيب معلقة من الزيت، معلقة كبيرة ودي المعلقة الوحيدة اللي هنحطها في قلب العجينة يعني. عايزة أقول لكم هاكِب كده يعني حبّة على إيدي وحبّة على الرخامة كده حوالين العجينة، وابتدي ألِم العجينة كده أجيبها. عايزة أقول لكم كل اللي موجود ده العجينة هتلمه دلوقتي ما تقلقوش من أي حاجة خالص، هي خطوة بس بعد ما تعجنيها كويس وتحطي الزيت كده كل الهموم بتاعة العجينة بتاعتِك خلاص راحت، وتبتدي بقى إيه تحطي حبة بحبة كده ولغاية ما المعلقة بتاعتِك تخلص، يعني ما تزوديش عن المعلقة، مش عايزاها تزودي زيت أوي يعني والدنيا إيه تبوظ معاكِ لأ. وتفضلي بقى برضه تقلّبي كده بحيث الزيت يختفي خالص، صفات كمان من كوباية الشوفان حبّة، يعني زي ما أنتم شايفين كده مش هاستخدمهم كلّهم، والزيت اللي هي ربع كوباية اللي قُلت لكم عليها هتفضل يعني معانا لغاية ما نخلّص العجينة ونلمّها وكل حاجة خالص، يعني مش بتاخدي كمية كبيرة. زي ما أنتم شايفين كده هابتدي بقى أشيل كل الحاجات اللي جنبي كده عشان العجينة بتاعتي ألِم بيها اللي على الرخامة كمان. شايفين الكمية اللي فاضت؟ يعني ما خدتهاش كلها، كوباية إلا يعني.
بس هي بتبقى جنبيكي حرص كده. وابتدي بقى اجيب العجينه بتاعتي وامشيها كده على الرخامه. عايزه اقول لكم ما شاء الله لمت كل العجين اللي على الرخامه، ما عادش في حاجه. هي يعني كده اتاكدت اللي هي مية مية وتمام، ومش عايزه اي حاجه خالص. مش عارفه ليه لغايه دلوقتي لسه بتتفرجوا على الفيديو وما حطيتوش اللايك. مش شايفين العجينه حلوه قد ايه؟ تستاهل يعني 100,000 لايك كمان، مش لايك واحد. يلا بقى ايه، نشوف بقيه الوصفه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين خلاص كده اتاكدتوا، شايفين يعني نعوميتها قد ايه، وطريه جدا في الايد. يعني تحس ان هي مش شوفان خالص. بعد كده ابتديت بقى ايه، افردها كده، اعملها يعني بالطول كده، واجيب السكينه بتاعتي وقطعتها كده. جيت اقطعها خمسة وحسيت ان انا ايه، لا وانا بشكل هبتدي اطلع من كل قطعه قطعه، واعمل خمس وحدات من العجين. زي ما انتم شايفين كده، وتكوريها زي ما بتعملي في الدقيق العادي او الطحين العادي، يعني مفيش مشكله خالص. بتعامل معاها معامله عاديه جدا. يعني عايزة أقول لكم وصفة تحفة جدًا، جدًا. وعايزة أقول لكم اللبن البودر اللي إحنا حاطينه، والحاجات اللي إحنا حاطينها في العجينة بتخلّيها طعمها حلو جدًا. وكمان لمّا نحط معاها اللحمة، عايزة أقول لكم تتبيلة اللحمة رهيبة وطعمها رهيب وريحتها رهيبة. يعني مش هتقلقوا جدًا، جدًا من الوصفة دي، صدقوني يعني هتعجبكم جدًا. وعايزة أقول لكم يعني ممكن تكونوا أول مرّة تشوفوا طريقة ال الوصفة دي معايا هنا على القناة. وبيتهيأ لي ما حدش عملها قبل كده. لو حد عملها برضه يا ريت تقولوا لي، لأن أنا حاسة إن أنا يعني إيه، بدل ما أعمل أكل عادية اللي هي الحواوشي العادي، قُلت لأ ما فيش مشكلة إن أنا أعمل أكلة تكون صحية، وأشاركها برضه مع إخواتي على قناتي، بحيث كله يستفيد ويعملها برضه. لأن عارفة الكله ساعات في العيد بيبقى نِفسه رايحة للأكلات اللي زي دي، وولادنا برضه. ولو ولادكم مش عايزين ياكلوها هيحبوها صدقوني، لأن هي طعمها حلو. يعني طعم الشوفان آخد طعم من تتبيلة اللحمة، وعطيه طعم جميل جدًا. بعد بقى زي ما أنتم شايفين شكلتها وخلاص كله تمام، وقطعتها وغطيتها كمان بالكيس، ومسحت مسحة كده من فوقيها عشان تقدري يعني تفرديها بكل سهولة. عايزة أقول لكم سهلة جدًا، بتفرديها حلوة على الرخامة، وتحطي كمية مناسبة من اللحمة اللي إحنا عاملينها. ويعني ما تكتريش أوي بحيث تعرفي تقفّلي، لإن الشوفان مش زي الدقيق العادي تعرفي تفردي كده العجينة براحتك، لأ. لإن هنعملها صغيرة، يعني على قد قطعة اللحمة كده ما تلِف معاكِ، ونفردها بشويش. يعني ما تقعديش تفردي جامد، بتفتح معاكِ، لإن دقيق الشوفان مش سهل يعني التشكيل بيه أوي. زي ما انتم شايفين. وبدأت بقى أقفل عليها كويس، وألفها كده على الرخامة بتاخد شكل كورة كده، وآخد اللي بعدها على طول أشكل فيها على طول. وكمان عايزة أقول لكم إحنا ما بنسيبهاش تريح خالص، بنشتغل فيها على طول، يعني ما بنسيبهاش تخمر ولا تستريح. وكمان عايزة أوريكم اللي فايض معانا كورتين ونص من اللحمة، يعني هنعينها بإذن الله في الفريزر تحتفظي بيها لأي وصفة تانية. يعني مش هتهدري أي حاجة خالص. عايزة أقول لكم يعني شايفين الكمية، يعني كانت قليلة من ربع كيلو لحمة وفاض كمان. بعد كده هتجيبي طاسة كده تكون سهلة كده، اللي انت تعرفي تشكلي فيها العجينة بتاعتك، يعني تكون مفرودة كده. وبعد كده هتمسحيها بمسحة. عندي طبعا هنا أنا عملت بمسحة سمنة بلدي. طبعا أما تكون السمنة بلدي أحسن من أي حاجة تانية. ما عندكيش تقدري تعملي بزيت عادي، مفيش مشكلة. لكن السمنة برضو صحية، ما هيش اللي هي السمنة البلدي، يعني سمنة صحية ما فيهاش أي ضرر أو أي حاجة، عشان تسهل معاكي تشكيل العجينة وما تلزقش معاكي في الطاسة خالص. طبعا عايزة أقول لكم النار الأول بتبقى عالية جدا، بحيث السمنة بتاعتك تسخن كويس جدا، وتحطي كده الشوفان بتاعك، العيش الشوفان بتاعك. بيبقى طبعا عايزه اقول لكم بيعمل صوت كده يعني من الصدمه. وتسيبيه ما تقلبوش ولا اي حاجه خالص. لما تلاقيه من تحت تماسك كده وقفل العجينه، ولونها اتغير، تبداي تقلبيها كده بالسباتيولا بتاعتك، وتبداي تحطي واحده تانية برضو وتشكليها. بننزلها كوره زي ما هي كده على النار، وتفرديها بصوابعك كده بطروف صوابعك بشويش. واول ما حاجه تتفتح معاكي يعني بتلميها عادي خالص. زي ما انتم شايفين كده، انا سايبه لكم التصوير عشان تشوفي كل يعني التفاصيل، بحيث اي حد يصادفه اي موقف ما يقلقش خالص. بعد كده زي ما انتم شايفين بنوطي النار خالص. عايزه اقول لكم بتاخد على كل جنب يعني من 7 ل8 دقايق. يعني كل الموضوع 16 دقيقة كده، ومع التقليب المستمر طبعا. وطبعا الطاسة بتاعتك بتاخد كذا واحدة، لأن احنا عاملينها طبعا الرغيف بتاعها الصغير، مش عاملاها كبيرة يعني. زي ما انتم شايفين يعني
ممكن الواحد ياخد واحدة أو 2 منها لإن قطعة صغيرة، يعني عايزاكم وأنتم بتاكلوا منه ما تقلقوش خالص، يعني أي كمية منه مش مضرة خالص لإن هي كميات قليلة. وطبعًا كل ما تحسوا إن المقلاية بتاعتكم نشفت كده والشوفان كده بيشد معاكم وممكن يلزق، تبدأوا تدّوا له مسحة من السمنة كده، ومسحة كمان خفيفة من السمنة في الطاسة كمان، بتلاقوه يتقلّب معاكم بكل سهولة. وعايزة أقول لكم على طول يعني ما تسيبوهوش على اتجاه واحد، يعني على طول تقلّبوا بحيث ياخد لون من هنا وتقلّبوه ياخد لون من هنا، وكمان في نفس الوقت يستوي، اللحمة عايزاها تستوي من جوّه. طبعًا ما تقلقوش من أي سوائل تنزل يعني من الشوفان، بتبقى من اللحمة. طبعًا لو إحنا كمان ما صفّيناهاش كويس الخضروات اللي إحنا صفّيناها كان هيبقى أكتر من كده وتبوش معاكِ. بتفضلي بقى تقلّبيه لغاية ما ياخد الألوان بتاعته الجميلة اللي من فوق دي، وتبدئي تطلّعيه بقى. عايزة أقول لكم ريحته بقى قلبة الدنيا، ريحة وطعم تحفة، ما تحسّوش إن ده شوفان خالص، يعني الوصفة تهبل جدًا. عايزة أقول لكم كمان الشوفان مش طعم الشوفان اللي إحنا آخدين عليه، لأ الشوفان آخد من طعم تتبيلة اللحمة، وطبعًا السوايل اللي جواها والخضار والحاجات دي عطّى له طعم حلو جدًا. زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله، يعني ما تقدروش تفرّقوه عن الحواوشي العادي، يعني وصفة جميلة جدًا وسهلة وتنفع للدايت ولأي حد يعني بيعِز عليكم كده وعارفين اللي هو بيضعف كده قدّام الحواوشي، تقدروا تدّوه الوصفة دي، تبعتيها له. حلوة جدًا ومفيدة وبتخلّي الواحد كده يعني إيه، نفس الوقت أكلت أكل نِفْسك فيه، وفي نفس الوقت صحّي ما فيهوش أي قلق وأي خوف. عايزة أورّيكم بس شكلها من جوّه عاملة إزاي، الطبقة الخارجية مقرمشة وحلوة، يعني بتقرمش كده في البُق، والعجين من جوّه مستوي، واللحمة كمان اتأكدتِ اللي هي استوت، لإن مش لازم تقلّبي كده على طول، لأ لازم تتأكدي ما تخرّجيهاش إلّا لمّا تشوفي اللحمة فعلًا استوت. وعايزة أقول لكم إن أنا سرحت جدًا وقعدت آكل منه ونسيت الفيديو خالص. وعايزة أقول لكم كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم وتستفيدوا بيه وتفيدوا غيركم. وما تنسوش حبايبي اللايك بيفرق معايا معنويًا، والشير كتير، كتير لكل حبايبكم، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بانزّله. واستنوني في فيديو جديد ومع السلامة.